اهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت ندير واحد الغديوه اللي فيها اللحم والبرقوق وشلاضه ديال الجرده. قلت علاش ما نشاركهاش معكم. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو. واول حاجه هنايا درت الجلبانه كتسلق. هنا درت خيزو قطعته طريفات صغار حتى هو درتيه تسلق. وهنا عندي اللوبيا حتى هي درتها تسلق. صافي هنا غادي ندوز باش نوجد اللحم نطيبه. هنا خديت واحد الكوكوط درت فيها اللحم اللي غادي نطيب الكميه اللي بغيتو. انا الصراحه ما عرفتش شحال بالضبط، المهم داكشي اللي هزيت داكشي عيني ميزاني. صافي هنا درت عليه شويه ديال الزيت. هنا غادي نضيف التوابل، شويه ديال الملحه تقريبا نص معلقه كبيره. وبالنسبه للتوابل كيبقى على حسب نوع الافراد، عدد الافراد ديالكم. هنايا درت شويه ديال البزار. غادي ندير شويه ديال الخرقوم، انا تقريبا هنا ضفت معلقه كبيره. وغادي نزيد عليهم شويه ديال السكينجبير. هنا درت انا تقريبا نص معلقه كبيره. كيف قلت لكم غادي ديروا التوابل على حسب العدد ديال الافراد. صافي هنا ضفت شويه ديال القعقله والسبيسه. وهنايا ضفت واحد جوج عواد ديال القرفه. صافي غادي نوضعهم فوق البوطه يتشحروا. هنا ضفت شويه ديال الملون الغذائي. هنا غادي نضيف القزبر ومعدنوس وشويه ديال الثومه. صافي غادي نضيف واحد شويه ديال البصله، ما غاديش نضيفها كامله غير باش يتقلى ليا داك اللحم. صافي وغادي نحرك المكونات، نحرك اللحم مزيان مزيان حتى يتشحر ويتقلى مزيان عاد باش غادي نضيفو الماء. صافي هنا غادي نخليه يتقلى شويه، ما نبقاش نقلب فيه باش يتقلى ليا مزيان. هنا غادي نضيف واحد شويه ديال الماء باش نخلوه يتقلى فيه، حيت الا ما ضفناش الماء راه غادي يتحرق. صافي هنايا من بعد ما تقلى شويه غادي نضيف غادي عفوا غادي نبقى نقلب فيه بحال هكا باش الجويه اللي مازال ما تقلاو يتقلاو. صافي كما كتشوفوا. صافي هنايا غادي نضيف الماء من بعد ما تقلى اللحم. راني ضفت الماء وغادي نضيف التحميره تقريبا هنايا ضفت معلقه كبيره. ما تضيفوش التحميره في الاول باش ما تحرقش ليكم حتى يتقلى اللحم ولا اي حاجه عاد باش ديروا التحميره. صافي هنا غادي نضيف البصله. انا هنايا درت 4 ديال البصلات تقريبا كبار. صافي غادي نخلط وغادي نسد على اللحم نخليه حتى يطيب ونتلاقاو. هنايا الجلبانه راه مازال ما تسلقات، غادي نخليها مازال شويه. حيت خيزو، درت بطاطا تسلق وحيت اللوبيا ودرت الروز كلاصي مع شويه ديال الملح طبعا باش ما تجيناش الخضره مسوسه. هنا درت البرقوق يتسلق، ضفت عليه جوج ديال العويده ديال الثومه. صافي هنايا غادي ندوز باش نوجد المايونيز باش غادي نصايب الخضره ديالي الروز. خديت هنا واحد بيضه بالصفار والبياض ديالها. هنا غادي نضيف عليها غير فرماجه. كنت في الاول بغيت نضيف جوج، ولكن الصراحه جربت غير بفرماجه وحده صدق ليا زعما بحال هادشي علاش غادي ندير غير وحده. صافي هنا غادي نضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. الملحه متكتروش منها، فقط عينكم ميزانكم. يجينا شويه المايونيز ملح ولكن ماشي مالح بزاف، وحتى البزار باش ما يجيناش المايونيز كحل. صافي هنايا غادي نطرب المكونات ديالي هكذا مزيان مزيان. هنا ملي طربوا داب هذاك الفرماج الطحن غادي ناخذ كاس قل ربع ديال زيت المائده. يعني هاد المقادير اللي عطيتكم راها مضبوطه.
غادي ديروا كاس قل ربع، ما تنقصوا ما تزيدوا. صافي غادي نبدا نضيف هكذا بالتدريج، وانا كنطرب في المايونيز ديالي بهذا الشكل. راه الا درتو قل من كاس قل ربع ما غاديش يجيكم المايونيز ثقيل، يعني غادي يجيكم خفيف بزاف. صافي هنا ملي طربت الزيت ومع المايونيز كيكون هذا هو الشكل ديالو، كيجينا شويه ثقيل وخفيف. المهم ما ثقيل ما خفيف، بغيت نقول كيجي زوين بزاف. بالنسبه للشلاضه فراه صورت الفيديو ولكن ما عرفت شنو المشكل اللي وقع لي باش ما بغاش يخدم. هادشي علاش غادي نقول لكم شنو درت فيها بالتفصيل. خديت الروز خلطته مع المايونيز وشويه ديال الربيع، صافي درته في الوسط ووزعت الخضره، ما ضفت عليها حتى شي حاجه، وزعتها في الجوانب ديال التبصيل كيف ما كتشوفوا. صافي وخديت قطع ديال الجزر وحطيتهم فوق الروز، هذا هو الشكل ديالها. صافي هنا خديت واحد الطبسيل وغادي ندير فيه اللحم حتى هو، انا كلشي شاركته معاكم. صافي غادي ندير اللحم كامل، غادي نوضعو في الطبسيل كما كتشاهدوا. بالنسبه للحم ما شاركتوش معاكم فاش كان كيطيب، صافي خليته حتى طاب تماما، عاد قلت نشاركو معاكم حتى الاخر. صافي بالنسبه للبرقوق راه خليته حتى تسلق، وضفت عليه 3 المعالق كبار ديال السنيده باش هكذا يتعسل. المهم راه كانت عندي واحد الشقيه ما لقيتش كيف الصراحه نصورو، صافي ضفتو بلا ما نصور، وكيكون هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا راه كيجي معسل. صافي هنايا غادي نسقطرو مزيان من هذاك الماء ديالو، وغادي نستفوه فوق اللحم. هو البرقوق راه مازال سخون، شديته بيدي عرفت راه سخون بزاف، وخصوصا مع هاد الصهد هذا. صافي هنا كنوزع فيه. انا هنا ما قليت اللوز لا حتى شي حاجه، نسيته الصراحه. المهم حتى البرقوق راه كافي. صافي هنايا وزعته على اللحم بهذا الشكل هذا، وكيكون هذا هو الشكل ديال التبصيل ديال اللحم. راه كيجي غزال، جا غزال في الصراحه، جا بنين، وهذاك لاصوص جا غزال بزاف. هانتوما من الشكل ديالو من المنظر ديالو راه كلشي باين بلا ما نشكر لكم راسي. صافي هذا هو الشكل ديالو النهائي، والخضره حتى هي راه جات غزاله بزاف. غير جربوها بهذه الطريقه هذه، راه بسرعه كتوجد. الصراحه ما خدات ليا لا وقت كبير لا والو. وصافي الفيديو ديال اليوم كيكون سهله، كنتمنى انه يعجبكم، والى عجبكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. الا كنتو جداد في القناه ما تنسوش انكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد من الوصفات والفيديوهات ديالي. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.